يعني انا من ضمن كل 100 حاله بياخدوا بنسلين 99 حاله بقالهم مش محتاجين، وواحده اللي محتاجه. اولا البنسلين اللي بيقرره دكتور القلب او دكتور الباطنه اللي يلاقي حمى روماتيزميه. تمام. يعني لو حد لقى تشخيص حمى روماتيزميه خد البنسلين وامشي عليه يا سيدي. تمام. انما مفاصلك تاخد لها بنسلين ده غير صحيح. سرعه ترسيب تاخد لها بنسلين ده غير صحيح. ودي للاسف ثقافه خطا عندنا كلنا اطباء وشعب. ان سرعه ترسيب ناخد لها بنسلين، ميكروب سبحي ناخد له بنسلين، تمام. وجع في المفاصل ناخد له بنسلين. انا بستغرب جدا مفيش في العالم كله بنسلين لعلاج المفاصل. جميل. معانا سؤال تاني من مر السنين، بتقول انا اخدت لمده 5 سنوات 4 حقن في الشهر وكنت ببكي زي الاطفال وفي الاخر طلع عندي روماتويد وده مش علاجه اصلا وعماله اتشخص. كانت حالتي سائد جدا وقلبي تعب من البنسلين. مش كل خريج طبيب حسبي الله ونعم الوكيل. شوفي مر السنين دي عايزين البوست بتاعها ولا الكومنت ده نبروزه كده طبعا ونعلقه ونخلي كل الناس تشوفه. ده اللي لسه واحده قعدت تاخد بنسلين سنين وفي الاخر طلع عندها روماتويد. انا لسه قايل ايه؟ البنسلين ما بيتاخدش للمفاصل. البنسلين ده علاج للحمى الروماتيزميه اللي بتاثر على القلب. مفاصل لا، ملوش اي علاقه بالمفاصل. فبالتالي سنين تروح للدكتور خد بنسلين كل اسبوعين كل 3 ووجع وحساسيه ونعمل اختبار ورايحه تتعذب ورايحه تيجي وفي الاخر نكتشف وجود مرض تاني، وده اللي بيحصل دايما. في سؤال